مباراة الأهلي والاتحاد السكندري مباراة بعنوان بن شرقي. بن شرقي يعيد اكتشاف نفسه في هذه المباراة. بن شرقي يتمرس ويعطي درسا كرويا في هذه المباراة. بن شرقي النهارده كان من اللعيبة العالية جدا في الملعب، سواء بالنسبة للتمريرات أو بالنسبة للشوط على المرمى أو بالنسبة للجون اللي دخله. جاب جون عالمي النهارده، جون جميل جدا. طبعا يعني تحيه لمدرب الاهلي الجديد يستروب، لانه مدرب قد ايه هو واثق من نفسه، واثق من ادواته، واثق من خططه جوه الملعب، قد ايه بيقدر يوجه اللعيبه، وقد ايه من الواضح ان هو قادر يستخرج من اللعيبه افضل ما فيهم. انا شايف في انضباط كبير جدا في قلب الملعب، سواء انضباط تمركزي او انضباط بالكوره او من غير الكوره. اي نعم لسه في بعض الاخطاء، ولسه في بعض المشاكل في دفاعات الاهلي، ولسه في بعض المشاكل جوه كره النادي الاهلي، ولكن احنا قدام مدرب فاهم ازاي بيمرر الكوره من رجل لرجل على الارض، ازاي في سرعه في التحولات بتاعت الاهلي. سرعه في التحولات وديت من الحاجات اللي كان بيفتقدها الاهلي لمده طويله فاتت. سرعه تحولات النادي الاهلي وسرعه تحولات اللعيبه من الدفاع للهجوم. التحولات دي كانت عامل اساسي جدا انه النهارده الاهلي يخطف الماتش بجون اول، يعني يدرس. جون اول عظيم جدا اتعمل من زيزو بشكل جميل جدا، وبن شرقي وقفها بشكل حلو وشاطها بشكل اجمل. فيها يعني جون فيه كل عناصر اللعبه الحلوه. قد ايه الاهلي رجع تاني يمتع الجماهير، وقد ايه الاهلي رجع تاني يلعب الكره الحلوه والكره السهله والكره البسيطه اللي يقدر يكسب بيها بدون معاناه. لسه في مشاكل، بنقول لسه في مشاكل. ما بقولكش ان احنا خلاص يعني بقينا افضل لعيبه واحسن تيم، ولكن مع الوقت ومع الانضباط ومع التمرينات ومع المشاكل دي كلها هتتحل. بين رمضان كويس وبيعود الى حد ما. زيزو باين جدا مع المدرب الجديد بن شرقي باين. يمكن احمد نبيل كوكا بس هو اللي يعني في كرة الهدف وموضوع الطرد والكلام ده كله. كرة الهدف كانت التغطية كانت سيئة جدا جدا جدا، فبالتالي كان سهل الوصول لمرمى النادي الاهلي من خلال احمد نبيل كوكا، وبالتالي الاهلي يعني بيتلقى جون ما كانش المفروض ان هو يتلقاه. ماشي، بنتعلم من اخطائنا وبنمشي خطوه قدام. الاهلي على قمه ترتيب الدوري، ويعني الاهلي معودنا دايما ان هو لو ركب الدوري مش هينزل.